مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة. في ناس بتضحك طول الوقت، بس مش عشان مبسوطين، علشان محدش يسألهم مالك. في ضحك بيستر وجع، وفي ابتسامة بتحاول بس تقول أنا كويس، الحقيقة أنا مش كويس. في ناس لما تشوفهم قد ايه خفاف الدم تقول الله على خفة دمهم، بس الحقيقة جواهم هم ما يضحكيش. بيضحكوا علشان ما يضايقوش حد، علشان ما يفضلوش يشرحوا، وعلشان الوجع يفضل جواهم ومحتاج غطا بضحكة. بطل قصتنا النهاردة اسمه يوسف، اللي كان الناس بتحبه علشان خفيف الظل، اللي كل ما تقعد معاه يهزر ويضحك، بس في بيته ساكت، قلبه سكنه تعب محدش شايفه. بيقول لنفسه كل يوم أنا كويس، بس جواه أمنية واحدة، حد يسأله السؤال الصح في الوقت الصح، حد يحس بيه وبكل حاجة جواه وراه الضحكة اللي مخبية كتير. مش كل اللي بيضحك مرتاح، وفي ناس بتخبي الوجع علشان ما تتقلش على حد. خد بالك من اللي دايما بيراعي الكل، وسيب لنفسك وقت تسأل هو أنا فعلا بخير، لأن الضحكة اللي مش طالعة معاها صوت القلب محتاجة طبطبة مش هزار. طيب تتعامل ازاي مع الناس اللي كويسين بزيادة وبيخبوا تعبهم؟ أول حاجة اسأل من قلبك، مش من باب المجاملة. جملة عامل ايه بجد بتفرق. ما تفتكرش ان الهزار معناه راحة، في ناس بتهزر علشان ما تنهارش. لو حسيت حد بيخبي ما تزنش، بس كن جنبه بلطف. اوقات السند بيبقى صامت. دلع اللي دايما بيهزر، هو كمان محتاج حد يطبطب عليه. قولولي مين اكتر حد بيضحك قدام الناس بس بتحس انه محتاج يتسأل السؤال اللي محدش بيسأله. خلي في قلبك حبة طبطبة، وخلي عينيك دايما على اللي بيداري الضحكة بوجع، لأن اللي بيضحك مش دايما مبسوط. وأجمل طبطبة هي اللي تيجي وقت الوجع الساكت. أنا رشا علي، ودي كانت حبة طبطبة للنهاردة. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.